كتير مننا بيجي عليه وقت يحس إنه لازم يغير حاجة في حياته، سواء كانت عادة أو طريقة تفكير أو شغل أو حتى مكان سكن. بنبقى عارفين ومقتنعين إن التغيير ده في مصلحتنا وإن حياتنا هتتحسن بسببه، ورغم كده بنلاقي صعوبة رهيبة في إننا نبدأ أو حتى نستمر في طريق التغيير ده. طب ليه بيحصل معانا كده؟ وإيه اللي بيخلينا نقاوم حاجة إيجابية زي التغيير؟ تعالى نعرف مع بعض. أول حاجة الكومفورت زون أو منطقة الراحة، ودي عدو التغيير اللذيذ. منطقة الراحة دي مش مجرد مكان فيزيائي، دي حالة نفسية عميقة بتحسسك بالأمان وإنك بتكون مطمن، إنك تكون متعود على روتين معين وعلى ناس معينة وعلى طريقة تفكير معينة، حتى لو الروتين ده مش أحسن حاجة أو حتى لو العلاقات دي مش صحية 100%. طب يا ترى ليه بيحصل معانا كده؟ أول حاجة العقل البشري من آلاف السنين متبرمج على إنه يحافظ على الطاقة ويتجنب المخاطر، لأن التغيير بالنسبة له يعني خطر محتمل ومجهود زيادة، وحتى لو المجهود ده ممكن يكون أحسن بكتير فالعقل اللاواعي بيفضل اللي هو عارفه وضامنه، جبرة. لأنه كده بيوفر طاقة وبيتجنب القلق والتوتر اللي بيجي من التغيير والخروج من منطقة الراحة، وبيحسسك إنك في منطقة غير آمنة أو خطر. وده بيسبب لك نوع من الإنذار الداخلي اللي بيخليك ترجع تاني للي متعود عليه علشان تستعيد إحساسك بالأمان، وكأن في صوت جواك بيقولك ليه تتعب نفسك؟ ما تخليك زي ما أنت، ده كده أضمن. ده بسبب معانا وهو الخوف من الفشل والخوف من النجاح، ودول وجهين له عملة واحدة. الخوف ده عامل نفسي قوي جدا بيشيل حركتنا وبيخلينا متمسكين بالوضع اللي احنا فيه، والخوف من الفشل ده أكتر حاجة بتشيل حركتنا، بنبقى خايفين إننا نجرب أي حاجة جديدة وما ننجحش فيها، وخايفين من شعور الإحباط الكبير اللي ممكن نحس بيه لو بذلنا مجهود كبير وما وصلناش للي احنا عاوزينه، وبيخلينا خايفين من نظرة الناس لينا أو من كلامهم السلبي، أو حتى من إننا نثبت لنفسنا ولو بشكل لا واعي إننا ما قدرناش نعمل اللي كنا بنحلم بيه. الخوف ده بيخلينا نفضل في مكاننا ونحس بالأمان الوهمي اللي بيوفره قلة التجربة. ده احنا حتى مش بنقول لنفسنا طالما ما جربتش ممكن أنجح لو أنا كنت جربت. وكمان في سبب غريب معانا وهو الخوف من النجاح. أيوه زي ما سمعت كده، دي ممكن تكون أغرب شوية بس موجودة وبشكل كبير عند ناس كتير. ساعات بنبقى خايفين من مسؤولية النجاح، يعني لو نجحت في حاجة ده معناه إنك لازم تحافظ على النجاح ده وتستمر في التطور، وممكن يتغير وضعك الاجتماعي وممكن تكبر مسؤولياتك بشكل مفاجئ، والناس تبص عليك بشكل مختلف وتتوقع منك أكتر من كده، وده ممكن يوتر بعض الناس جدا. فبشكل لا واعي ممكن يفضلوا إنهم ما يتغيروش علشان ما يتحملوش عبء النجاح أو الأضواء الجديدة اللي ممكن تيجي معاه. ده غير إننا بنخاف من جملتين: يا ترى هل أنا أستحق النجاح ده؟ أو يا ترى هقدر أستمر فيه؟ دي أكتر جمل بتخوفنا. تالت سبب معانا وهو الجهد والطاقة. التغيير بيحتاج بنزين كتير وتركيز عالي، وأي تغيير سواء كان في عادة صغيرة زي شرب كوباية مية زيادة في اليوم أو في مسار حياتك بالكامل زي تغير شغلك مثلا، ده بيحتاج مجهود ذهني وبدني كبير جدا، ومحتاج تخطيط، وكمان محتاج إنك تتعامل مع تحديات جديدة ومفاجآت أنت مش متوقعها. طب ليه بيحصل كده؟ زي ما قلنا المخ بيكره إهدار الطاقة وبيحب الطرق المختصرة، عشان كده بيفضل العادات القديمة بتاعته لأنها بتتعمل بشكل آلي ومش بتتطلب منه أي مجهود كبير. لأن أنت لما تحاول تغير عادة كأنك بتعيد برمجة المخ بالكامل، وبتفك اتصالات عصبية قديمة وبتبني اتصالات جديدة، وده بيتطلب مننا تركيز وطاقة كبيرة جدا. علشان كده بنلاقي نفسنا بنحس بالإرهاق والتعب النفسي بسرعة ونستسلم، لأن المخ بيحاول يرجعنا للطريق الأسهل اللي هو متعود عليه. خليك عارف إن التغيير بيتطلب قوة إرادة مستمرة في البداية لحد ما العادة الجديدة تثبت معاك وتتحول هي كمان لحاجة تلقائية وسهلة. تعالى نروح لرابع سبب وهو قلة الوعي بالنتائج الفورية، وإننا مش بنشوف الصورة كاملة. ساعات بنبقى عايزين نغير حاجة بس مش بنشوف النتيجة الإيجابية فورا أو بسرعة كافية. مثلا لو قررت تبطل أكل سريع أو تلعب رياضة، أكيد مش هتصحى تاني يوم تلاقي جسمك رياضي ومثالي، لأن التغيرات الكبيرة والملموسة بتاخد وقت طويل ومجهود مستمر، وده ممكن يخلينا نيأس بسرعة ونرجع لعاداتنا القديمة، العادات اللي بتدينا مكافأة فورية حتى لو كانت مؤذية. طب يا ترى ليه بيحصل كده؟ بيحصل كده لأن المخ البشري متبرمج على إنه يدور على المكافأة الفورية واللذة السريعة. لأن أنت لما بتعمل عادة سيئة زي الأكل السريع أو السوشيال ميديا، المكافأة بتاعتها بتبقى فورية ولحظية. أما التغيير الإيجابي مكافأته بتبقى على المدى الطويل، وده بيخلي المخ ما يتحفزش بسهولة إنه يستمر، لأنه مش بيشوف النتيجة بعينه دلوقتي، لأنها بتكون محتاجة صبر ومحتاجة إيمان بالهدف البعيد. خامس سبب معانا وهو إن مفيش عندنا خطة واضحة للتغيير. كتير بنقول نتغير بس ما بنحطش خطة واضحة ومحددة لفكرة إننا إزاي هنتغير. بنبقى ماشيين بالعشوائية أو بنحاول نقلد تجارب ناس تانية من غير ما نفهم طبيعتنا إحنا. طب ليه برضه بيحصل كده؟ لأن التغيير اللي بجد محتاج إنك تكون فاهم نفسك من جوه ومخطط لكده، لأنك لو ما عندكش خطط واضحة أو لو خطتك مش مناسبة ليك أو لو ما خدتش في اعتبارك العقبات المحتملة، فطبيعي إنك تتوه وتتراجع، لأن التغيير ده مش مجرد قرار وخلاص، إنما هو عملية محتاجة تصميم وتنفيذ. طب يا ترى إزاي نتعامل مع مقاومة التغيير دي؟ بما إننا فهمنا ليه التغيير صعب فالمفروض إننا نتعامل معاه بذكاء. يعني مثلا ابدأ بخطوات صغيرة جدا، ما تقولش هبطل كل حاجة مرة واحدة أو هغير حياتي كلها، لأن ده مستحيل وهيخليك تيأس بسرعة. اختار عادة واحدة بس تبدأ بيها، ولما تنجح فيها انقل على اللي بعدها، وكل عادة قسمها لخطوات أصغر وأصغر، وخلي الخطوة الأولى سهلة لدرجة إنك ما تلاقيش حاجة إنك تأجلها. يعني مثلا بدل ما تقول هجري ساعة كل يوم قول هلبس الشوز وهخرج أتمشى 5 دقايق بس. ولما تعرف ايه اللي كان بيحفزك انك تعمل العاده القديمه وايه المكافاه اللي بتحس بيها، هتقدر ساعتها تستبدل الروتين القديم بروتين جديد. وكمان ما تركزش على انك تبطل حاجه معينه، لكن ركز على انك تستبدلها بحاجه افضل.
وخليك عارف كويس إن بيئتك بتأثر عليك بشكل كبير جدا. لازم تسهل على نفسك إنك تعمل الصح وتصعب على نفسك إنك تعمل الغلط. يعني لو عايز تقرا خلي الكتاب على الكومودينو جنب سريرك، ولو عايز تبطل الوجبات السريعة ما تجيبهاش البيت وشيل التطبيقات اللي بتطلب منها، ولو كنت عايز تقلل السوشيال ميديا شيل التطبيقات من موبايلك أصلا. وخليك واقعي ومتقبل للانتكاسات، ما هو طبيعي إنك تقع أو إنك ترجع خطوة لورا، لأن مفيش حد بيتغير بين يوم وليلة أو بيمشي طريق التغيير كله بخط مستقيم. المهم إنك ما تفضلش واقع، لازم تقوم وتكمل على طول، لأن كل انتكاسة هي فرصة إنك تتعلم منها، تتعلم إيه اللي وقعك وإزاي ما تكرروش تاني. وافتكر دايما السبب اللي خلاك عايز تتغير، هل هي صحتك ولا مستقبلك ولا أولادك؟ ولما تحس بالرغبة في إنك ترجع للوضع القديم فكر نفسك بالهدف الكبير اللي أنت بتسعى ليه، لأن ده هيديك حافز قوي لما تحس إن طاقتك خلصت. وكمان شارك قرارات مع حد تثق فيه أو حتى انضم لمجموعة تعرفها يكون لها نفس الهدف، لأنك لما يبقى في حد بتشاركه تقدمك ده بيحسسك بالمسؤولية ويشجعك. وخليك عارف إن التغيير ده رحلة أولى مش محطة وصول، وإنها عملية مستمرة وصراع كل يوم مع نفسك، وكل يوم بتنجح فيه إنك تلتزم بالجديد ده بيتحسب انتصار ليك. كده الفيديو بتاعنا خلص، بس اللي جاي كتير قوي. فلو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية، وما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات، وكمان اكتب أي موضوع حابب نتكلم فيه. سلام.